اكبر فضيحة بتاريخ عالم الالعاب هو العبث ونكران الذات اللي صار بلعبة سايبر بانك. اللعبة اتذكرها لما نزلت قالوا عليها خلاص جي تي اي 6، هاي جي تي اي 6 حرفيا، واقعية وعالم مفتوح. ريد ديد ريدمشن سايبر بانك راح تكون ضرب 3. توسعوا منحنيات القصة بلعبة ديترويت، هاي لعبة ديترويت. جرافيكس ودقة عالية بالتفاصيل، يوم عود هاي بيها تفاصيل اكثر من الواقع. ومن نزلت اللعبة كانت الصدمة، عذرا عن المفردة، لكن اللعبة حرفيا كانت فيطي. تفاصيل مبهمة، جرافيك مبكسل، عالم اللعبة يهنق وكله جلتشات، شخصيات بدون تفاصيل، وماينكرافت احلى من وكل هذا صار بسبب التطبيل والمقيمين اللي يكذبون على العالم، اللي صوروها كأنما هي النقلة الحقيقية بعالم الالعاب، وهي الاختبار الحقيقي لهذا الجيل. طبعا ابدا ما انكر انه الشركة المنتجة لهاي اللعبة داركت الفضيحة وسوت تحديثات شاملة للعبة وغيروها 180 درجة، وفعلا صارت تختبر هذا الجيل. لكن اكيد كانوا متاخرين وما بعد الكارثة، ولذلك وللاسف اصنف هاي اللعبة كاكبر فضيحة بتاريخ صناعة الالعاب. واذا عندكم راي ثاني بخصوص هذا الموضوع اتمنى تكتبونه بالتعليقات.